السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى نعمل معاكم حاجه حلوه خفيفه وسريعه كده في السريع. عندك لفه جلاش كده اللي نقطعها حلقات مع بعضينا. انا قست عقلتين عشان الصينيه بتاعتي مش عاليه، والاتنين كمان طلعوا عاليين. بنقطعها كده مع بعضيها وهنوريكم دلوقتي نعمل ايه. واللي معايا لحد دلوقتي يعمل لايك وشير واشتركي يا اللي ما اشتركتيش، اشتركوا في القناه. وانا صباح ودي قناتي. نقطعها كلها بنفس الطريقة كده وهنوريكم دلوقتي نعمل ايه. وصفة بسيطة وسهلة، وفي تلت ساعة ربع ساعة تعمليها. وهنا حطيت صينية تحت البسبوسة دي، حطيت فيها معلقتين زبدة سايحة وحطيت عشان ارص فيها عشان تبقى مدهونة من تحت. ولا دهن ولا فرد ولا حاجة خالص. وصفة سهلة وبسيطة ومش مرهقة يعني. متفرولة زي ظبطيها كده وسويها وحطيها، مش يجرالها اي حاجة. الجلاش يعني بينفع في كل الاحوال بتاعته. وهنا الصينية مكفتش، صينية الجلاش مكفتش، لفة مكفتش الصينية، ودي كوباية الا ربع زبدة دايبة على زيت. فحطيت معاها رغيف من العيش السوري اللي هو بنعمله بتاع الشاورما ده. لفيته حلقات زي الجلاش كده ورحت مقطعه ومكمله بالصينية. طلع تحفة يعني. ما تعرفيش تقول الصينية مكفتش البتاع عادي، او اعملها في صينية صغيرة. لو تعملي لفة اعمله في الصينية صغيرة اصغر من تحت دي، اللي هي اصغر صينية في الطقم الثلاث حتت هتكفيه. دي الوسط. وبالفرشة وبسقسق الحلقات بتاعت الجلاش كلها. كلها سقسقة كده عشان خاطر اعمل فيها. عشان السمنة تخش بين الطبقات بتاعت الجلاش فما تتورق معاك ما تعجنش. واول ما بدأت شغل ولعت الفرن عشان يبقى سخن. والكوبايه انا ربع فاض منها شويه بوريهم لكم، يجي 3 معالق. ودول كزرونه معايا 4 معالق سكر ومعلقه وكوبايتين لبن. كوبايه المطبخ. الكوبايه دي انا حاطه فيها كوبايتين عشان دي كوبايه كبيره. ومعلقه صغيره فانيليا او نص معلقه او ظرف فانيليا لو عندكيش. وده باكت كريم كراميل. وبدوب المكونات دي كلها على بعضها وارفعها على النار وبقلب فيها لحد ما تغلي. هو الكراميل ما بيتسألش، ما بيعملش مهلبية يعني. انا بنقلب فيه تقليب بس عشان يغلي معانا. على ما يغلي بس المكونات السكر يدوب والكريم كراميل نفسه يدوب الحبيبات بتاعته. فالنار اللي هتدوبه بقلب فيه لحد ما يبقى كده. لازم يغلي. على ما تتعمل الكريم كراميل على البوتاجاز بيكون الفرن صينية الجلاش استوت في الفرن. يعني الاتنين مش هياخدوا معاك وقت اكتر من ربع ساعة. وصفة بسيطة وسهلة وطلعت معايا من الفرن. والكريم كراميل اللي كان خلص. وهنكب الاتنين مع بعض سخنين. لسه هنعملها طشة. يلا شايفين الطشة والبقبقة دي. احنا عايزينها هي دي.
اسهل وصفة. ممكن تسميه سينابل الجلاش بس من غير كريمة. وصفة للجلاش سهلة وبسيطة، او جلاش الطشة. غطيته 5 دقايق، عريته اتفاجأت لقيته شرب اللبن كله والمكونات السائلة كلها، وبقى حاجة تانية خالص، وطعمه طلع تحفة. بالهنا والشفا، واللي معايا لحد دلوقتي ما ينساش اللايك والشير. سمي سينابل الجلاش، سمي حلقات، سمي روايات الجلاش. حاجة حلوة وسهلة وبسيطة، حاجة جميل جدا. واللي معايا لحد دلوقتي يحط لايك ويشترك إذا ما اشتركتيش. شدوا حيلكم معانا في المشاهدات، فعلوا معانا. طلعت 2، دي واحدة من العيش السوري والتانية جلاش. الاتنين طلعوا أحلى من بعض، لأن اتفاجئت بالعيش السوري. والسلام عليكم، بالهنا والشفا، صحتين على قلبكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله.